السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نجاوب على سؤال مهم جدا، وهو الجنيه المصري هل في أمل يعود أقوى من تاني؟ وإيه حكايته وليه قيمته بتقل؟ بنشوف أسعار كتير بتعلى وقوة الجنيه الشرائية بتقل، وكل واحد فينا بيحس بالتغيير ده في جيبه وفي احتياجاته اليومية. طب يا ترى إيه السر ورا تراجع قيمة الجنيه المصري؟ وهل ده طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها؟ وإيه بالظبط الخطوات اللي ممكن تتعمل عشان يرجع يقف على رجليه ويبقى قوي تاني زي زمان؟ لو الأسئلة دي بتدور في دماغك يبقى ركز معايا كويس عشان نشوف إيه اللي حصل مع الجنيه المصري، ونشوف هل ممكن فعلا العملة المصرية ترجع قوية زي ما كانت. يلا بينا نفهم الحكاية مع بعض. أول حاجة لازم نعرفها إن قيمة أي عملة في العالم ومنها الجنيه المصري مش مجرد رقم بيتحدد كده وخلاص. قيمة العملة دي بتعكس حاجات كتير قوي في اقتصاد الدولة دي وعلاقتها بالدول التانية. عشان نفهم ليه الجنيه المصري قيمته بتقل لازم نرجع بالزمن شوية ونفهم إيه اللي حصل. الجنيه المصري مر بفترات قوة وضعف على مدار تاريخه. في فترات طويلة كانت قيمته شبه ثابتة قدام الدولار، زي فترة الخمسينات والستينات، وبعد كده فترات معينة في أواخر القرن العشرين. لكن مع بداية الألفية الجديدة وتحديدا بعد الألفينات الجنيه المصري بدأ يشهد تقلبات عنيفة في قيمته قدام العملات الأجنبية، وخصوصا الدولار الأمريكي. طيب، إيه اللي بيخلي العملة تفقد قيمتها؟ فقدان العملة لقيمتها ده بيحصل بسبب كذا عامل رئيسي، كلها متوصلة ببعضها. أول حاجة العرض والطلب على العملة الصعبة أو الدولار. زي أي سلعة في السوق، لو الطلب على الدولار زاد وسعره ارتفع قدام الجنيه والعكس صحيح. أسباب زيادة الطلب على الدولار لما بتكون مصر بتستورد سلع وخدمات كتيرة من بره، زي القمح، قطع غيار العربيات، الأدوية، التكنولوجيا، لازم تدفع ثمنها بالدولار. ولما المستثمرين الأجانب يخرجوا استثماراتهم من مصر بياخدوا فلوسهم بالدولار، كل ده بيزود الطلب على الدولار. أسباب نقص المعروض من الدولار. مصادر للدولار الرئيسية لمصر هي قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين اللي شغالين بره، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات. لو المصادر دي قلت لأي سبب زي أزمة سياحية أو تراجع تحويلات، ده بيخلي معروض الدولار قليل. الحروب والأزمات العالمية، أي أزمة عالمية زي أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية بتأثر على سلاسل الإمداد العالمية وعلى حركة التجارة والسياحة، وده بيقلل تدفق الدولار. اتنين، التضخم أو ارتفاع الأسعار. التضخم معناه إن الأسعار بتزيد باستمرار وقيمة الفلوس اللي في جيبك بتقل، يعني الجنيه اللي كان بيجيب كذا حاجة ما بقاش بيجيب غير أقل. أسباب التضخم: طباعة فلوس كتير. لو البنك المركزي طبع فلوس كتير زيادة عن حاجة السوق، قيمة العملة بتقل وبتسبب تضخم. ارتفاع تكلفة الإنتاج. لو أسعار المواد الخام اللي بنستوردها من بره زادت زي البترول، ده بيزود تكلفة إنتاج السلع جوه البلد فأسعارها بتزيد. انخفاض قيمة العملة المحلية. لما الجنيه يضعف قدام الدولار كل حاجة بنستوردها تبقى أغلى، فده بيرفع الأسعار بشكل مباشر. تلاتة، عجز الموازنة والدين العام. الموازنة العامة للدولة دي عاملة زي ميزانية أي بيت. لو مصاريف الدولة، أجور الموظفين، دعم ومشاريع أكتر من إيراداتها اللي هي الضرايب وعوائد الشركات، بيحصل عجز. الدولة بتلجأ للاقتراض عشان تسد العجز ده، سواء من جوه البلد أو من بره، قروض دولية. كتر الديون بيخلي المستثمرين يقلقوا على قدرة الدولة على السداد، وده بيأثر على ثقتهم في الاقتصاد وفي العملة. أربعة، نقص الإنتاج المحلي وضعف الصادرات. لو دولة مش بتنتج سلع وخدمات كفاية عشان تغطي احتياجات شعبها بتضطر تستورد أكتر من بره، وده بيزود الطلب على الدولار. ولو صادراتها قليلة، ما دخلش دولارات كفاية، الاقتصاد المصري لسه بيعاني من فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ومصادر الدولار الرئيسية بتاعتنا سياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، رغم أهميتها ممكن ما تكونش كافية لتغطية حجم الاستيراد الضخم. خمسة، التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. أي قلق أو توتر في المنطقة أو في العالم ممكن يأثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، سواء عن طريق تراجع السياحة أو هروب الاستثمارات أو ارتفاع أسعار السلع العالمية. طيب، هل في أمل يعود الجنيه أقوى؟ الإجابة المختصرة هي نعم، في أمل، لكن الموضوع محتاج مجهود كبير وصبر وتنفيذ مستمر لإصلاحات اقتصادية هيكلية. الحكومة المصرية والبنك المركزي بيشتغلوا على كذا محور عشان يواجهوا التحديات دي. أول حاجة تحرير سعر الصرف أو التعويم. دي خطوة صعبة جدا وليها آثار جانبية مؤلمة على المواطن، لأن الأسعار بتزيد، لكنها خطوة ضرورية عشان السوق يكون واقعي. الهدف منها جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتشجيع المصريين العاملين بالخارج إنهم يحولوا فلوسهم للبلد عن طريق البنوك، مش السوق السوداء. اتنين، زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.
الحكومة بتسعى جاهدة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتنويعها، سواء منتجات زراعية أو صناعية أو خدمات، وفي نفس الوقت بتحاول ترشيد الاستيراد عشان نقلل الطلب على الدولار. ده بيتم عن طريق دعم المصنعين المحليين وتسهيل إجراءات التصدير وتشجيع الاستثمار في الصناعات التصديرية. 3. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الاستثمار الأجنبي المباشر ده مهم جدا لأنه بيدخل دولارات للبلد، وبيعمل مصانع جديدة وبيوفر فرص عمل وبينقل تكنولوجيا وخبرات. الحكومة بتعمل مجهود كبير عشان تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب. 4. تنمية قطاعات واعدة للدولار. السياحة، مصر عندها مقومات سياحية هائلة. لو قدرنا نرجع لمعدلات السياحة الطبيعية ونزودها، ده هيكون مصدر دخل دولاري ضخم. قناة السويس، تطوير وتوسيع القناة بيزود إيراداتها مع مرور السفن. تحويلات المصريين بالخارج، وده مصدر دخل دولاري مهم جدا، وبيتم تشجيع المصريين على التحويل عن طريق القنوات الرسمية. الموارد الطبيعية غير النفط، زي الغاز الطبيعي، اكتشافات البحر المتوسط والمعادن. 5. التحكم في الديون والتضخم. البنك المركزي بيحاول يتحكم في التضخم عن طريق سياسات نقدية صارمة، زي رفع سعر الفايدة، والحكومة بتحاول ترشد الإنفاق العام وتقلل العجز في الموازنة عشان تتحكم في حجم الدين العام. 6. بناء مشروعات قومية وبنية تحتية قوية. المشاريع الضخمة زي العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق وتطوير المواني والمدن الجديدة، دي كلها بتهدف لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفر فرص عمل وتزيد القدرة الإنتاجية للدولة على المدى البعيد. أهم التحديات اللي ممكن تواجه الجنيه في رحلته إن هو يرجع قوي تاني: أول حاجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، أي أزمة عالمية زي حرب أو ركود ممكن تأثر على جهود الإصلاح. الاستقرار الإقليمي، القلق في المنطقة ممكن يؤثر على السياحة والاستثمار. ثقة المستثمرين والمواطنين، بناء الثقة ده بياخد وقت طويل ومحتاج استمرارية في الإصلاحات. التكلفة الاجتماعية للإصلاحات، بعض الإصلاحات بتكون صعبة جدا على المواطن في البداية، زي التعويم ورفع الدعم، وده بيحتاج برامج حماية اجتماعية قوية. في النهاية، هل في أمل فعلا إن الجنيه المصري يرجع أقوى؟ الإجابة هي نعم، في أمل كبير جدا، لكن ده هيحصل نتيجة عمل وجهد مستمر ومخطط ليه. الموضوع مش سحر، ده علم اقتصاد. الجنيه ضعفه مش بس بسبب أخطاء داخلية، لكن كمان بسبب ظروف عالمية قاسية. زي أي عملة لدولة ناشئة، الحكومة المصرية بتشتغل بجد عشان تنوع مصادر الدخل وتزود الإنتاج والصادرات وتجذب الاستثمارات والتحكم في التضخم والديون. كل دي خطوات أساسية عشان العملة تقوى. المشوار طويل ومليان تحديات، وهياخد وقت عشان المواطن يحس بالتحسن الحقيقي، لكن الأهم هو الإرادة والالتزام بالخطة. فالمرة الجاية لما تشوف سعر الجنيه افتكر إن وراه قصة اقتصادية معقدة. الأمل في قوته مربوط بمجهودنا كلنا في الإنتاج ودعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار والصبر على الإصلاحات. ومفيش شك إن مصر بتاريخها وعظمتها عندها القدرة إنها تتجاوز كل الصعوبات وتخرج أقوى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.